الغول والجول وابو رجل مسلوخه، مين حقيقي ومين اسطوره؟ أنا أحمد صالح بفكك التاريخ الشعبي وأرجع الحكايات لأصلها. أبو رجل مسلوخة هو أحدثهم، ظهر في القرن ال19 في ريف مصر، بيخوفوا بيه الأطفال من الخروج بالليل واللعب جنب الترع. قبله الجول في أوروبا ظهر في القرن ال18 لما ترجموا ألف ليلة وليلة ونشروا أسطورة الجول اللي بيظهر في المقابر، واسمه متاخد من الغول العربي. أقدم أسطورة فيهم من قبل الإسلام، كائن من فصيلة الجن بيتشكل ويتلون عشان يضل المسافرين في الصحراء وياكل الجثث. سموه غول من غالة وغولة، يعني الأذى والهلاك. في وصف الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. كان في جن تاني اسمه القطرب، طويل ونحيل وسريع وبيسكن الخرابات. الاربع كائنات اساطير، لكن بينهم شيء حقيقي مشترك وهو الدور اللي لعبوه. في المجتمعات زمان كان لازم يخوف من الخطر اللي بيهدد كل مجتمع بعينه، فلما يتقال ما تخرجش لوحدك الغول هياكلك، المقصود مش الغول لكن خطر المجهول، انك تضيع في الصحراء او تموت من العطش او تثق في غريب او كهف مهجور. ولما يتقال الجول في المقابر عشان يخوف النباشين وحرامية الجثث. وابو رجل مسلوخة بيمنع العيال تقرب من الترع لتغرق. لكن مش دي نهاية القصة. الجاحظ في كتاب الحيوان بيقول ان الغول بيغلب بس اللي بيخافه، لكن اللي بيثبت قلبه بينجو. كأن الشيء المخيف مش هو اللي بيؤذي قد ما الخوف بيهلك صاحبه.